السلام عليكم، ونتمنى تلقاكم لا فيديو بخير وبصحة جيدة. اسمحوا لي على الغياب الطويل اللي كان ماشي بيديا، بصح جيتكم ماشي بيدي فارغة، جيتكم بحكاية وتشوفوا الزراد ديال الله كيفاش نخدمه. انا هنا الزراد درت ماشي بزاف، فوق 2 كيلو هكاك، نشلحو هكا ونديرلو الماء والملح هذا مكان يعني وجد لي على هكاك واحد شهرين ولا 3 من رمضان. هذاك واش نحتاجو. اغتنموا الفرصه، راه يدير غير ب20 ميل 25 ميل، كل بلاصه كيفاش يبيعها. فيه فوائد بزاف، وغير ما تشرو هذاك اللي مخدوم بدواوات وكامل. حنا العائله تاعنا يديروه هكايا، يخدموه في وقته، ما نشروش الزيتون. نبدا الحكايه تاع اليوم، لحكايه مشوقه بزاف واكيد راح تعجبكم. قد ما هي محزنة قد ما ممتعة ومسلية وفيها شوق كبير. في دوار صغير فوق جبل بومرداس، وين الضباب ما يفارقش الأعالي هادوك، كانت تسكن طفلة واسمها نوال، بنت عمرها 20 عام، مع باباها الفلاح العم العربي، ويماها الخضرة، وخدها الصغيرة رقية. دارهم بسيطة، سقفها من الزنك، والبرد يقرصهم كيما سكاكين في الشتاء، بصح القلب الدافي بالمحبة هذاك هو المفيد. كانوا ناس دواوير، دارهم بالزنك وبالطوب وكامل، تلقى عندهم واحد الحنانة وتلقى فيها واحد الدفء ما يعرفوهاش الناس المرفهين. نوال كانت مشهورة في الدوار، ماشي غير بالزين ديالها، بصوتها اللين وضحكتها، بصح بزاف بخفة يدها، يعني كانت خفيفة في يديها. كانت تعاون يماها طيب في العراس، والناس كامل تجي عندهم في وقت العراس يعيطوا لها هي ويماها. وكانت قلت لكم تخدم الصوف، تخيط زرابي وتطرز، تعاون باباها اللي يخدم الارض بالتعب تاعو، كانت عنده ظهره، كانت هي تحاول تعاونو بحكم هي الكبيرة وما عندهاش خاوتها. نهار على نهار كانت الحياة تمشي نورمال، حتى جا الشتا عام التسعينات، كي رجعت البلاد كلها فوضى والخوف، بداو الناس يسمعوا على جماعات مسلحة تدور في الجبال وتطلب الماكلة والمال على القليل وعلى الفقير مسكين، وتخوف دواوير. يا ويحو اللي يجي عنده ما تعطيلوش. الليلة الأولى اللي بداتهم بالخوف كانت ليلة البرد، الريح يصفر بين الجبال والناس تسد البواب بالحديد، باسكو الريح كان كيجي يقلب قاع الدنيا، واللي كان عنده الزرب بالقصب يطيحو، واللي كانت عنده باب بالحلية يطيحها الريح. نوال هذيك الليلة كانت طيب الشربة لخوتها الصغيرة، وسمعت طرق قوي على الباب، يعني الطبطيب. خافت، وقت مع المغرب ما كاش اللي يجي عندهم. باباها خرج يشوف وقالت له الخضرة: يا العربي ما تفتحش الباب، ما تعرفش شكون برا. قالها: لا يا مرا، لازم نعرف، بالك جارنا ولا واحد راه ضايع في الطريق، واحد في سبيل الله ولا. فتح الباب، قلت لكم كان عندهم الكرم والجود، ما مالقري الخوف، بصح يخافوا يجيهم واحد ما عندوش ولا ضايع في طريق ويخلوه يروح هكذاك، لازم يكرموا الضيف. العربي فتح الباب ولقى 3 رجال لابسين كحل ووجوههم مخبية بالكساوي. واحد فيهم قال بصوت خشين: احنا المجاهدين، جينا نطلبوا الماكلة وربي يبارك لكم. عمي العربي ما كانش يحب المشاكل، عطاهم شوية سميد وشوية زيت وقال لهم: هادي رزق وليداتي، بصح خذوا البركة الله. واحد فيهم شاف نوال من بعيد، كانت واقفة في الزاوية وحاطة شالها الأحمر على راسها، قال بصوت خافت لرفيقه: البنت هذه تشبه البنت فلان اللي خطفوها العام اللي فات. من ذاك النهار ما رجعتش الأمور كما كانت. بداهم التهديد. بعد أسبوعين هكاك رجعوا نفس الرجال، بصح هاد المرة ما جوش يطلبوا الماكلة، جاو يطلبوا نوال. قال لهم الكبير تاعهم: البنت الكبيرة نحتاجوها. كي خرج عمي العربي لقاهم هما،
قالوا مش حبيتوا، والله ما عندي حاجة اليوم، ياك المرة اللي فاتت قلت لكم باللي مديت لكم غدا تاع ولادي. قالوا له لا لا ما جيناش نحوسوا على الماكلة، كتر خيرهم الناس الخير، مدونا كفوا وفاو. جينا لبنتك نوال، عجبتنا وحبيناها تكون زوجة للأمير ديالنا، تخدم في سبيل الله في الجبال وتطيب للمجاهدين وتخدم الخير. باباها وقف وقال بنتي ما تخرج من دارها، تقدر تولي شهيدة هنا وما تمشيش معاكم. رجال الإرهاب ما عجبهمش الحال، ضربوه بالكلاش في الكتف وقالوا له أراك ترفض أمر الله. خلاهم بالخوف والدمعة. قعد يبكي عمي العربي. نقولكم باللي عمري ما شفت دموع بابا، بصح هذاك النهار شفتهم ويدان هدوهم يرجعوا في الليل باش يدوها. نوال في هذيك الليلة ما رقدتش وقعدت تسمع غير في الحس، ما لقري الريح والبرد والشتا، بصح كانت تقدر تسمع الحس تاعهم من بعيد، كانوا يشموها من طرف الدنيا، ريحة الدم والعفن. قعد باباها يتألم ويماها تبكي واختها صغيرة متخبية تحت الغطاء. قررت تهرب قبل ما يرجعوا. قبل الفجر حطت نوال شوية خبز يابس وكعبات تمر في الخيمار، لبست كساها الصوفية وبقات تمشي وسط الثلج جهة الغابة. كانت تعرف الممرات، كانت تروح مع باباها ترعى وتعرف وين تتخبى. مشات بعيد مسكينة بعيد حتى سمعت آذان الفجر من الدوار البعيد. بقات يومين بلا نوم تعيش على الماء والبرد، حتى لقات تحملت البرد وقالت المهم ما نكونش في الغابة، المهم ما يدونيش هدوك اللي ما يتسموش، ومن من ومن واسيش قلب بابا ويما. على بالها باللي ما حش يسلكوا معاهم، بصح قالت المهم ما يشوفونيش نتعذب ونروح للجبل. قعدت تمشي حتى لقات كوخ صغير، هذاك الكوخ كانت تخرج منه الدخان، شافت فيه الدفا، قالت ندخل ولا كانوا هما خلاص يومين والطفلة تمشي في الغابة مع البرد والشتا والكلاب ينبحوا وديابة يعووا. كانت على بالها باللي بصح بقات خايفة، ما لقري لقات عجوزة كبيرة بصح بقات خايفة. دخلت لهداك الكوخ وقلبها على بالها باللي لحقينها، ما بيد ما خرجتش من الغابة لحقينها. دخلت وقالت للعجوزة كامل وش صار لها ودخلتها ورحبت بها وقالت لها هنا الامان ديالك، ما تخافيش. ساعة تسمع هكا الطبطيب تروح تخبيها في واحد الصندوق كبير، وتلمو مالفة تعاونهم هذيك العجوزة بالطب، يعني كانت تخدم دواوات بالأعشاب، كانوا دايرين فيها الامان وعمرهم ما فتشوها. كانت الطفلة خايفة منها، بصح العجوزة طمنتها، قالت لها يا بنتي أنا ما عندي والي ولا حبيب، نعاونهم بالشي اللي قدرت عليه، المهم ما يأذيونيش، وانتي عليك الأمان وراكي على رقبتي. طمنت البنت عليها، بصح جاء نهار اللي ما تكملش فيه الفرحة والأمان. ناضت صباح نوال وسمعت العجوزة تشخر شخير ماشي نورمال، سيت تنوضها بصح الله غالب اللي خرجت العمر العجوزة. وهنا نوال تحطمت وقعدت تقول وش ندير. ما القري كانوا فاتوا عامين والبلاد بدأت تطمن، بصح الخوف دواوير كان مازالوا حاكم، يعني مازال يفوا مازال يسمعوا البومبات رصاص قليل، يعني وين يصدموا الدواوير، بصح مهم البلاد طمنت. هبطت نوال دوارهم وقعدت تحوس على دارهم، لقاتها خالية. سمعت من الجوارين باللي باباها مات بسبة كلاويه، ويماها وختها رقية هبطوا لدار خالتهم في البليدة، كيمات باباهم اداتها ختها يعني خالة ناول، ادات مصروف من عند عمي موحلي هو مول الحانوت تاع الدوار، وهبطت وقلبها يترعد، خافت تتلاقى بيهم فو باراج، يعني على بالها سمعت من الجيران باللي بقاو يحوسوا عليها وشحال من خطرة يجوا يقلبوا عليها، خافوا على بالهم باللي تعاود ترجع.
لحقت البليدة وحكات لي يماها كامل وش صابت، وفرحوا ماليها بزاف كي رجعت، وسخت اختها رقية قعدوا يبكوا. حكيت لها كامل وش صرا لها، وهنا اللي معها قالت لها يا بنتي بعد ما رحتي جاو هدوك اللي ما يتسموش ولقونا وحكموا باباك دقدقوه وضربوه بالكلاش وبالمنجل من جهة ظهره ومن جهة كرشو. بهذيك الضربة قاسولو الكلاوي ديالو من تم هو يسوفري. قالت لها ما قدرش يروح للطبيب بسبة التهويل ديالنا، وتانيك قال لها نموت بمرض ربي وبمكتوب ربي وما نموتش بالموس ديالهم. هنا بكات بزاف نوال على باباها وطلبوا له الرحمه. لقات نوال راجل وتزوجت ودارت وليدات وسكنت في الدوار، بصح كل ما يطيح الليل وتجي الظلمة ويجي رعود وضباب تتفكر ليلتها المشؤومة. ما لقري مشؤومة بصح تقول الحمد لله اني سلكت بخير. وهذه حكاية نوال. ما تنسوني جامو كومنتير وتهلاو في روحكم.